أهلا بيكم. كلنا عايشين في عالم كأنه مصمم مخصوص عشان يشتتنا. طيب، إزاي ممكن نستعيد تركيزنا ونكسب الحرب دي؟ خلينا نشوف سوا. طيب، خلينا نبدأ بحاجة ممكن تصدم شوية. تخيلوا إن حوالي 90% من الناس كل يوم بتضيع منهم على الأقل 10 فرص. أيوة، 10 فرص كل يوم. طيب، هل ده معناه إن الفرص قليلة؟ لا خالص. فرص التعلم والسفر والشغل موجودة. المشكلة الحقيقية إننا عايشين في عالم كل حاجة فيه معمولة مخصوص عشان تسرق انتباهنا وتشتته. وده اللي بياخدنا لأول نقطة عندنا: حرب الانتباه. بالظبط كده، هي حرب بتدور جوه عقولنا. شوفوا، الفكرة كلها إن في شركات كتير جدا بالمليارات بتتنافس على أغلى وأهم منتج في العالم دلوقتي، والمنتج ده هو انتباهنا. طب مين دول اللي بيحاربوا على تركيزنا؟ تطبيقات السوشيال ميديا، منصات الاستريمينج، فيديوهات ملهاش آخر والإشعارات اللي ما بتخلصش. كل دول مصممين عشان يخلونا قاعدين عليهم أطول فترة ممكنة، فبندخل في دايرة مقفولة صعب قوي نخرج منها. والموضوع مش مجرد وقت بيضيع، لا، التأثير أعمق من كده بكتير. الفكرة هنا إن التركيز ده عامل زي برنامج جوه المخ، والأنشطة اليومية بتاعتنا هي اللي بتشكله. فلما بنقضي وقت طويل في التشتيت، إحنا فعلياً بنعمل إعادة برمجة لمخنا إنه ما يعرفش يركز. فالمعركة على الانتباه دي هي في الحقيقة معركة على مين اللي هيكتب البرنامج ده. طيب تمام، إزاي بقى نواجه الحرب دي؟ أول خطوة هي إننا نفهم فرق مهم جداً: الفرق بين إن الواحد يبقى مشغول وإنه يبقى منتج. يعني إيه الكلام ده؟ بصوا، الشخص المشغول ممكن يقضي اليوم كله بيرد على رسايل وإيميلات، يعني بيجري ورا الإشعارات، وفي آخر اليوم يحس إنه كان بيتحرك بس ما يعملش حاجة. أما الشخص المنتج فبيركز على الحاجات اللي بتعمل تغيير حقيقي وملموس، في الآخر بيحس بإحساس الإنجاز. فرق كبير جدا. وعشان ننتقل من خانة المشغول لخانة المنتج، في سؤال بسيط جدا بس سحري محتاجين نسأله لنفسنا كل يوم قبل ما نشتغل. السؤال هو: إيه هي المهمة الوحيدة اللي لو خلصتها النهاردة هكون حققت أكبر تقدم ممكن؟ الإجابة على السؤال ده هتقودنا للنقطة اللي بعدها، وهي أهمية أول ساعة في يومنا. بيقولوا إن أول ساعة في اليوم هي اللي بترسم شكل اليوم كله. والروتين المثالي بسيط جدا لكن تأثيره قوي. أول حاجة، أول ما نصحى من النوم ممنوع تماماً نمسك الموبايل ونفتح سوشيال ميديا. وبدل ما نعمل كده نستخدم الوقت ده في تاني خطوة: نحدد إيه هي أهم مهمة محتاجين نخلصها النهاردة. مهمة واحدة بس. بس حتى لو حددنا المهمة دي، في عدو كبير للإنتاجية والتركيز لازم نتعامل معاه بحذر شديد. طبعاً بنتكلم عن الموبايل. الموبايل ده يعتبر فعلاً أفضل وأسوأ حاجة حصلت في السنين الأخيرة. هو أداة عبقرية ممكن تنجز بيها شغل كتير، لكن في نفس الوقت هو أكبر مصدر للتشتيت على كوكب الأرض حرفياً. طيب، نعمل إيه معاه؟ الموضوع أبسط مما نتخيل. أول حاجة، وقت الشغل أو التركيز لازم الموبايل يكون بعيد، بعيد في أوضة تانية لو أمكن. تاني حاجة، نقفل كل الإشعارات اللي مش مهمة. صدقوني، مجرد صوت إشعار واحد كفيل يضيع التركيز كله، وبياخد وقت طويل عشان نرجع نركز تاني. جميل. يبقى ظبطنا أول ساعة وعرفنا نتعامل مع الموبايل. بس في سلاح سري تاني بيفتح الباب للنجاح الحقيقي على المدى الطويل، وهو قوة الاستمرارية. قوة الاستمرارية. الفكرة دي عبقرية وبسيطة في نفس الوقت، وهي إن الإنجاز الحقيقي مش بيجي من مجهود خرافي بنعمله مرة واحدة وخلاص. لأ، أعظم نجاح بيجي من مجهود صغير ومستمر. هو ده اللي بيعمل الفرق كله. حبة شغل صغيرين بس كل يوم دايما هيكسبوا مجهود ضخم اتعمل مرة واحدة وتنسي. عشان نتخيل تأثير ده، خلينا نشوف المثال ده. لو الواحد اشتغل على مشروع كبير مجهود ضخم مرة واحدة هيوصل لنتيجة معينة. لكن لو اشتغل عليه كل يوم مجهود صغير حتى لو ل10 أيام بس، النتيجة هتبقى أحسن. طب لو كمل لمدة شهر النتيجة هتكون أعلى بكتير. تخيلوا تشتغلوا على حاجة ربع ساعة بس كل يوم لمدة سنة. شوفوا كمية الإنجاز اللي هتتحقق في الآخر. طيب الخلاصة إيه؟ إزاي نطبق كل الكلام ده بشكل عملي؟ دي خطة يومية بسيطة جدا ممكن نبدأ بيها من بكرة. الخطة ببساطة كالتالي: أولاً، اليوم يبدأ من غير سوشيال ميديا. ثانياً، نحدد أهم مهمة واحدة بس. ثالثاً، نبدأ بالمهمة دي اللي هي غالباً بتكون الأصعب. رابعاً، وقت الشغل نقلل المشتتات على قد ما نقدر، وخصوصاً الموبايل. وأخيراً، نفتكر دايماً إن الاستمرارية أهم من الكثافة.
مع الوقت هنلاقي الفرص اللي كانت بتضيع دي بدأت تبقى في إيدينا. وقبل ما نخلص خلينا نفكر في سؤال مهم. إيه هو أكبر مشتت في حياتنا غير الموبايل؟ ممكن يكونوا أشخاص أو عادات معينة. مجرد ما نعرف إيه هي المشتتات التانية دي بتكون أول وأهم خطوة عشان نقدر نتعامل معاها ونتقن فعلا فن التركيز.